زي ما انتم ما شايفين كده الروقان والجمال، حبيت اغير معاكم جو كده واوريكم الخضرة والجمال على الطريق طبعا واحنا مسافرين. بصوا هدوء كده اعصاب وانت بتتفرجي على الخضرة وانت ماشية، حاجة كده في منتهى الجمال، ممتعة جدا بصراحة. زي ما انتم ما شايفين كده سافرنا طبعا، وهنا قلت بقى ايه اخدكم معايا تخرجوا معايا في الجو الجميل ده. كان كده ما بين الغروب كده، كان خلاص فاضل شوية والمغرب يأذن، بيبقى الوقت ده بيبقى الجو ممتع جدا بصراحة. وكمان بقى لما بتكوني مسافرة كده بيكون الجو حلو قوي. حبيت بس كده اغير جو معاكم سريعا سريعا وهنروح. واول ما نروح بقى من السفر والمشوار الطويل ده احب ان انا اروق عليهم، لان طبعا الجو بيبقى حر، فاعمل لهم حاجة حلوة وتكون ما تاخدش مني اي وقت خالص. فانا حبيت كده اخدكم معايا الجولة السريعة دي كده. حبينا بقى نطلع كده من جو المطبخ شوية ونغير جو، فقلت اخدكم معايا كده، بس هنرجع للمطبخ تاني للأسف. زي ما انتم ما شايفين كده احنا لا مفر من المطبخ في الحر بقى، غير الحر لازم ندخل المطبخ ونعمل لهم اي حاجة حتى لو سريعة. بس انا بالنسبة لي السفر ده بيبقى حاجة ممتعة جدا بجد. لما بتشوفي كده الزرع والخضرة، يعني راحة نفسية بصراحة. زي ما انتم ما شايفين كده كان الوقت ده تحفة بجد. شايفين المنظر ولا اروع بصراحة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل ويدوس على الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه ان شاء الله باذن الله. ده فلوج بسيط كده خالص، حبيت ان انا اعمله معاكم واشارك كمان معاكم لما روحت البيت، مش عشان طبعا بقى مسافرة وتعب وطريق وكده والجو ده ان انا اسيبهم وما اعملهمش اكل ولا اعمل لهم حاجة حلوة. حبيت ان انا اعمل حاجة حلوة وتكون سريعة وما تاخدش مننا اي وقت خالص. هعمل لهم طبعا كيك. تقدري انتي تعملي اي حاجة انتي حباها، حتى لو اكل هتعملي اكل سريع خالص. طبعا بتبقي مسافرة ولا رايحة مشوار ولا عندك اي حاجة مستعجلة وعايزة تعملي لهم اي اكل سريع، ادخلي على القناة. انا عاملة اكلات كتيرة قوي سهلة وسريعة وما بتاخدش اي وقت خالص. والفيديو مش هيكمل 5 دقايق عشان ما اكونش مطولة عليكم ومقفورة قوي، لا وهتستفيدي منه كتير. وعاملة ان شاء الله يعني وصفات حلوة كتير جدا تنفع للغدا او للعشاء وبتكون سريعة. هنا بقى اول ما رجعنا من السفر الحمد لله على السلامة. زي ما انتم شايفين كده اكلنا طبعا، وبعد ما اكلنا عايزين بقى نعمل حاجة حلوة بس تكون سريعة في نفس الوقت. فقررت ان انا اعمل مكانش عندي طبعا بيض كتير غير هما بيضتين بس، فقلت اعمل لهم كيكة وتكون سريعة وحلوة كمان وتحفة بجد يا جماعة والله. ما خدتش مني اي وقت. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا طبعا هعملها بعصير البرتقال. لو انتي ما عندكيش برتقال تحبي ان انتي تعمليها، ممكن تجيبي كيس اللي هو التانك العصير البودر، بيديها لون وحلو. بس انا بصراحة ما بحبوش ليه، لانه بيدي طعم كده مش حلو خالص خالص في الكيك. انا بفضل يكون العصير الطبيعي يكون افضل. معانا هنا طبعا زيت نضيف، ولازم يكون زيت نضيف في الكيك. الكيك لازم يكون فيه زيت نضيف لانه بيكون ريحة اي حاجة بتكون في العجين، معجنات عامة مش الكيك بس، بتلاقيها طلعت وريحتها بتكون باينة وواضحة. فافضل حاجة ان انت تعملي لو عندك زبدة طبعا، ما عندكيش زيت ريحته حلوة تقدري ان انت تعملي بالزبدة عادي جدا مفيش اي مشكلة. زي ما انتم ما شايفين كده جبت البيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين نزلت عليهم بكوباية من السكر، وهحط معاهم رشة من الفانيليا لحد ما لونهم ما يفتح. هفضل اضربهم خالص لحد ما لونهم ما يفتح، علشان طبعا تاخدي نتيجة كيك هشة وطرية وجميلة قوي. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. بعد كده هنزل بكوباية من البرتقال. عصير ده انا عاملاه في العصارة مش في الخلاط. عصرة البرتقال كده علشان يكون طبيعي وفريش ويدينا ريحة حلوة. هحط كده الفانيليا، مع ان البرتقال بيبقى ريحته جميلة قوي في الكيك.
بس طبعا لازم تحطي فانيليا علشان البيض. وهحط كمان معلقة من الخل. هو الخل بيكون محسن للكيك. طبعا خدت كوبايه الا ربع كده من الزيت، زيت نقي كده وشفاف زي ما انتم شايفين. زي ما قلتلكوا تقدري ان انت تحطي زبده، تحطي سمنه على زيت، بيكونوا حلوين برضو. هبدا ان انا برضو اضربهم كده كويس قوي. وهضيف الزيت شويه بشويه. واللي ما عندوش باي بيض خالص يا جماعه تقدروا ان انتوا تعملوا برضو كيك ويكون حلو. انزلوا في الفيديوهات هتلاقوني عاملاه، كان من غير بيض ومن غير لبن، كانت حلوه جدا. بس طبعا سمكها ما كانش عالي قوي، ما كانش كبير قوي بصراحه يعني. زي ما انتم ما شايفين كده بعد ما نزلت بالزيت، نزلت كده بكوبايه من العصير البرتقال الفريش، ويبقى معانا كوبايه من عصير البرتقال الفريش، ومعانا كوبايه من الزيت. الزيت يكون حلو، كوبايه الا ربع كده. وحطيت كمان بيضتين وكوبايه من السكر، ومعايا فانيليا، ومعايا معلقه واحده بس من الخل. هبدأ بقى ان انا اضيف المواد السائلة دي كلها مع بعض واضربها كويس قوي لحد ما لونها ما يفتح ويكون كده لونها ابيض كده حلو. زي ما انتم ما شايفين بعد ما ضربتها طلعت باللون الجميل اللي انتم شايفينه. هجيب المصفى معايا وهبدأ ان انا اصفي هنخل الدقيق. زي ما انتم ما شايفين جبت اول كوباية ونخلتها كده، وهحط معاهم طبعا بيكنج باودر، وكمان هحط معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان هحط معاهم ذره كده من الملح علشان بتعادل الطعم. زي ما احنا ما عارفين اي حاجه حلوه نحط لها معلقه كده من الملح بتعادل معانا الطعم، بتكون حلوه. حطيت كده كوبايتين من الدقيق، وهبدأ اضيف البيكنج باودر وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. معايا بقى صينيه كده دهنها معلقه من السمنه البلدي او من الزيت، لان السمنه البلدي هتديها ريحه وحلوه قوي وهتديها طعم جميل. ما عندناش سمنه بلدي نقدر ان احنا ندهنها بزيت عادي يعني هتكون حلوه. انا من النوع اللي مش بحب ابطن الصينيه بالدقيق، مش فاهمه ليه، بس بجد مش بحب ابطن خالص الصينيه بالدقيق. وهنحطها في الرف اللي في النص وهتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه حلوه قوي. لو تلاحظوا انا حطيت السكينه فيها كده طلعت معايا نظيفه ما فيهاش اي عجين. يبقى كده الكيك معايا جاهز ومستوي معايا. طبعا بيرجع لحجم الصينيه اللي انت عامله فيه. الصينيه دي كانت صينيه كبيره، فانت لو عاملاها في صينيه اكبر هيكون سمك الكيك اعلى من كده كمان. بس هي هشة وطرية وجميلة قوي وكان طعمها حلو. سكرها مظبوط والزيت فيها مظبوط جدا، وما شاء الله بجد كانت حلوة قوي قوي قوي. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها، ولما تجربوها تدعولي دعوة حلوة، وما تنسوش طبعا تحطولي لايكات كتير خالص علشان ده اللي بيشجعني ان انا اكمل. يلا بقى نتفرج كده على الكيك الجميل ده. ناس كتيرة قوي قالت لي الكيك من جوه بيكون غامق. هو الكيك بيكون غامق عشان اسفة، لما بيكون الكيك يطلع معانا غامق من النص علشان الزيت بيكون مش حلو، وكمان السكر معانا بيكون سكر غامق فبيغمق معايا الكيك، وكمان الزيت. شايفين لونها من تحت زي فوق بالظبط، وهشة وجميلة وطرية جدا، حلوة قوي بجد. محبتش طبعا ان انا اضايقهم بعد رحلة سفر طويلة فحبيت اعمل لهم حاجة حلوة كده، وكمان ما نبقاش مكسلين يعني، ما حسش بالذنب. شايفين حلوة قوي يا جماعة وهشة، جربوها والله هتعجبكم جدا. يا ريت يكون فيديوهاتي بتعجبكم. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.